الضحية، وقال أن القوات الأمنية أقدمت بعد وفاة عمر مزعل على اعتقال أخيه بسبب مطالبته بتشريح الجثة للوقوف على أسباب وفاة أخيه. اخويا اللي راح غدر والله ما يصير، والله العظيم شوف شلون يبتسم، والله هذا شهيد، والله شهيد، والله هذا شهيد يابا، بس اسمحوا لنا والله هذا شهيد ان شاء الله. هي دوله كتاتب هذا اخويا جاب من الحيج كتله الميليشيات فرقه، بس مال دوله تاخذ ابنته كتله جريمه بحق التاريخ، يعني صدق تصير لما يقول مثل رفض شلباب يلا ننقص الحكومه حكومه اليهودي ما يسوي اصلا انت ما يسوي اخلصوا بعض والله اليهودي يعني يوم الوية يحطون علاجات الجيبه على اساس هو مريض، يعني هي هذا الحق لا بس خلفته، يعني ولا الحق يحطون ادويه بجيبه اصحى واحد بجلاله يا بشير الله من اطفال الصيام. الله اكبر الله اكبر يا رب عليهم، الله اكبر هذا شافوا انا اريد دار اخويا عندكم، اريد دار اخويا. شنو اللي صار؟ والله حارس وياه معنفط وجمع من هناك ماخذينه ومعبينه. ليش في يعني؟ ليش هيك ما تقدروا ذنبهم؟ شنو ذنبهم ما يعرف؟ هيك تجيك دوريات، ما هو يداوم وياهم بالنفط، يجي الدوريات يتم هاي الجهال، هو مواليد 83 جندي عندهم، ما يصير عمي هذا الظلم ولا ما يصير. شندوب ترى العراق ما يبقى هيك، الثور قولوا للحكومه وقولوا للساسه والعملاء ما نصبر هذا الحكي. هم طلعوا ما يدرون ارهابيه، طلعوا حراميه، لا خلوا ذهب، لا خلوا غذائيه، لا خلوا مولدات، لا خلوا اخشاب، لا خلوا اي كائن يكون كل هذا لواء 22 ما خلى علينا دمار دمار دمرنا دمار. الله اكبر، احنا شنو ذنبنا يا عند الله؟ ولدنا خذوهم. على شنو تبني نفسهم؟ كل شيء بهالبيت، حتى يغلطون النساء. كل شيء بهالبيت يدري نفسهم عليه، ما خلهم الغذائيه، تلفزيونات، ما خلهم البيض بالثلاليج اخذوها، طماطم بالثلاليج اخذوها، ما خلوا علينا كل شيء، بيتهم الجهال بدون عشاء، بدون عشاء ما خلهم، حاسم البيت حوس. ليش يعني هالشيء اللي 22 ليش دمرونا؟ شو مسوين؟ الله اكبر، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، الله اكبر، شو مسوين؟ دمرونا، دمروا من المنطقه.